لقاحات كورونا، عودة الأمل. بعد أشهر من التجارب والبحوث المستمرة، بدأت شركة أدوية معروفة بعرض ما توصلت إليه. نتائج مبهرة، فعالية اللقاحات فاقت 90%. سبوتنيك، فايزر، موديرنا، أسترازينيكا في انتظار البقية. مع نهاية عام 2019 انتشر فيروس كورونا في الصين. لا تقلقوا، الفيروس لا ينتقل بين البشر، طمأنت منظمة الصحة العالمية حينها. احتفل العالم ببداية سنة وعشرية جديدة، وتمنى الناس عاما مليئا بالسعادة والنجاح. بدأ العام الجديد، وبدأت الإصابة بفيروس كورونا ترتفع في الصين، ثم أوروبا، ثم أمريكا، ثم آسيا وإفريقيا. الوضع يخرج عن السيطرة، ومنظمة الصحة العالمية تعلن الفيروس وباء عالميا. آلاف الإصابات تسجل يوميا وعشرات الوفيات. أكبر المستشفيات في أوروبا تستغيث. بعد قرابة عام من ظهور الفيروس، بلغ عدد المصابين به نحو 60 مليون مصاب، توفي منهم أكثر من 1,400,000 شخص. تدابير الإغلاق ليست كافية، الوباء ينتشر في كل مكان. حينها فقط تيقن العالم أن الحل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية قد يكون في تلقيح أكبر عدد من الناس. تسابقت شركات الأدوية العالمية لاكتشاف لقاح قد ينقذ حياة ملايين البشر. بعضها استبق نهاية التجارب السريرية وبدأ الإنتاج بالفعل. شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية أعلنتا إنتاج 50 مليون جرعة نهاية العام الجاري، على أن تنتج 1,300,000,000 جرعة العام المقبل، في حين يعمل الروس على إنتاج 5 ملايين جرعة شهريا للقاح سبوتنيك. شهر ديسمبر قد يكون حاسما في رحلة البحث عن لقاح كورونا، فشركات عالمية أخرى ينتظر أن تعلن نتائج تجاربها قبل نهاية العام الحالي. الأخبار مشجعة، لكن هل بإمكان هذه اللقاحات لوحدها إنهاء كابوس لم تهزمه كل الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة منذ أشهر؟